بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد. وفيديو النهاردة جايين نتكلم عن خطأ شائع في صلاة التراويح، مش في الصلاة نفسها، في دعاء القنوت. الدعاء اللي بنقوله في صلاة التراويح في آخرها مش دايما، مش كل الشيوخ بيقولوه، أو مش كل الأئمة بيقولوه. عادي، ممكن هو مش ثابت، مش حاجة ثابتة إن هي تتقال. كده كده قلنا صلاة القيام كلها دي سنة، أو صلاة التراويح كلها سنة. آه، فاحنا جايين نتكلم عن غلطة بتحصل داخل الدعاء ده، الدعاء اللي بيبقى بعد ركعة الوتر في آخر في آخر صلاة اللي هي الوتر. بعد الركعة الشيخ بيقوم ويبدأ إن هو يدعي، تمام؟ أو الإمام بيقوم ويبدأ إن هو يدعي. في غلطة هنا بتحصل كبيرة جدا، يعني أو مش كبيرة جدا، هي غريبة جدا بتحصل من الناس المأمومين، مش الإمام، تمام؟ الإمام بيدعي فاحنا المفروض نقول آمين، تمام؟ بيدعي فنقول آمين، أي حد بيدعي بنقول آمين، تمام؟ ده المنطقي وده الصح. في بقى في حاجات الشيخ بيقولها بتبقى في الأغلب في أول أول يعني الدعاء، بتبقى الاستفتاحية بتاعت الدعاء، الاستفتاحية بتاعته بتكون في الأغلب ثناء على الله، ثناء على الرسول صلى الله عليه وسلم، تبقى ثناء، تمام؟ تلاقي بقى إيه الثناء ده مش دعاء، يعني الثناء ده انت بتثني على الله، بت بت آه، عارف انت طبعا، ولله المثل الاعلى. انت لما عايز تاخد حاجه من حد، عايز جميله من حد، عايز خدمه من حد، مش عارف ايه، تقعد بقى ايه تفهم، تفخمه، فاهم؟ بس طبعا ولله المثل الاعلى. انت طبعا ايه، علشان داخل تدعي وعايز ان شاء الله ربنا يتقبل منك الدعاء. ودي من على فكره شروط استجابة الدعاء، إن انت بتخش تدعي كده على طول، فاهم انت؟ لا، في ثناء الاول بيبقى على الله. الثناء ده، تمام؟ ده زي ما قلت لك مش دعاء، يعني ده مش دعاء، ده مش من نص الدعاء، يعني ده مش الطلب. الثناء مش الطلب، تمام؟ فهنا الناس بتبدأ تقول حاجات غريبة جدا. يعني ايه؟ مثلا الشيخ بيقول او الامام بيقول: اللهم إن عبيدك بنو عبيدك بنو إيمائك نواصينا بيدك، تمام؟ ثناء، ثناء. تلاقي بقى اللي جنبك: يا الله، أشهد حقا يا ولي إيه؟ انت بجد ايه؟ في ايه؟ مش كده، ما فيش الكلام ده، الكلام ده لم يثبت، ما فيش حد بيقوله. ده جو شيعة، ده ما فيش الكلام ده. ده انت هنا عندك حالتين فقط ممكن تقولهم، او حاجتين ممكن تعملهم، او ثلاثة. يا اما تقول امين فقط، ان انت كده كده احنا جوه دائره الدعاء، او جوه مربع الدعاء، احنا لسه جوه الدعاء. قول امين، قول امين عادي. او الافضل انك تسكت. الشيخ بيثني، استحضر كده الكلام ده جوه قلبك، واستحضر عظمه ربنا كده، واقعد ساكت. بس ما تقعدش تهبط، ما تقولش كلام مش موجود، يعني ده مش صح، اللي انت بتعمله ده مش صح خالص. دي حاجه. او ان انت يعني ايه، ممكن تردد الثناء ده جواك، فاهم؟ لكن ان انت تقعد بقى تقول يا الله، يا الله حقا، يا الله، وتقعد بقى ايه تعلي، وفي بقى اللي بيلعلع، بتلاقي يا عمو اللي ورا قاعد ملعلع بقى صوته جايب اخر الجامع، وخرج بره الجامع ورايح ايه بيتكم. مفيش الكلام ده مش مكتوب. طبعا هجيب لكم الرد. كان في سؤال زي ده، الرد من على اسلام ويب باين، مش فاكر، المهم يعني. ف لما يكون في ثناء، انت ما فيش الكلام ده، انت ما بتقعدش تقول حقا واشهد والحاجات العجيبه دي. انت بتقول يا امين يا تسكت، بس استحضر الثناء في جواك كده. واول لما الشيخ بقى يقول امين، يبدا ان هو يقول دعاء فعلا، دعاء ان هو بقى ايه بعد خلص الثناء: اللهم نسالك الجنه، اللهم نعوذ بك من سخطك والنار، اعوذ بك من ده امين، كله امين امين امين. حتى انت لو خدت بالك هتلاقي دايما ان اثناء الثناء ده هتلاقي الامين اللي بتتقال قليله، هتلاقي الدنيا قليله شويه، الصوت كده. اول لما بنقول دعاء فعلا حقيقي، اول لما الشيخ بيقول دعاء، بتلاقي بقيه المسجد صوته عالي اكتر، يعني بتلاقي في عدد اصوات دخل اكتر معاك: امين امين. ليه؟ لان دول كانوا ساكتين حضرتك وقت الثناء، تمام؟ هم دول صح.
كانوا ساكتين. اما انت ما تقعدش بقى تخش إيه الله ومش عارف ايه، الكلام ده مش ايه، مش صح ولم يثبت اصلا. ده كلها حاجات كده ايه، ما حصلتش اصلا. فبس كده شيروا حاجه زي كده ان هي يعني مغرقه الدنيا. الخطأ ده شائع جدا وفي كل روح اي مسجد هتلاقيه. فبس كده، شكرا انك شفتوا الفيديو، واشوفكم الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.